ندخل بقى على بيتزاية الأمومة والطفولة. اوه، ايه الفرق الغريب ده؟ انت ازاي قادر تحافظ على الطعم ده كل السنين دي؟ وده يعتبر اقل سعر معايا في الحلقه. يا نهار ابيض على الطيبه، ايه ده؟ بس قبل ما ندخل عليها انا عارف ان انت مستني اجابه السؤال. يا مساء المانجا على كل المانجا. عمرك سالت نفسك احنا ليه بنحب الاكل اللي مش صحي؟ ولما بنيجي نعمل دايت وبناكل اكل صحي الاكل ده ما بيجيش معانا سكه. خليك معايا وهقول لك. الحلقه دي تعتبر حلقه 2 في 1، لاننا هندور فيها على احسن بيتزا تشيكن رانش في مصر. مش بس كده، وهندور كمان على احسن براند بيتزا مصر. حلقه تقيله ومحمله ودسمه، هننزل باحلى حصاله خير وادي من جوه. يلا بينا نبدا نستقبل ضيوفنا في الحلقه دي. خلينا اول ملاحظه في البدايه ان محلات البيتزا مش موجوده كتير في مصر، واحنا بندور عشان نجهز للحلقه دي كان صعب شويه ان احنا نوصل لبراندات بيتزا شبه البراندات العالميه او قريبه منها وتكون منتشره وموجوده في اماكن كتير. الضيف الاول بريموس بيتزا، البراندات اللي بدات تظهر في مصر تقريبا من سكه 6-7 سنين. كان موجود في اماكن محدده، دلوقتي بقى ليهم فروع في عده اماكن زي العبور، التجمع. الفرع اللي انا جايب منه هو فرع الدول. الموضوع ببساطه ان احنا جايبين بيتزايه تشيكن رانش، والبيتزا الثانيه اللي هي هتبقى السيجنتشر او البيتزا المشهوره عند المكان ده. فانا ما احتاجش اسالهم الصراحه لاني عارف اشهر بيتزا عندهم وهي السي رانش. توكلنا على الله. دي تشيكن رانش ودي سي رانش. انا جايب كل الاحجام اللي معايا النهارده ميديوم او حجم وسط. التشيكن رانش الميديوم عند بريموز سعرها 190 جنيه، والسي رانش ب 220 جنيه. من الحاجات الملفته عندهم هو البراندنج، عاملين البراندنج هنا حاطين علم اخواتنا، الالوان لطيفه شكل علم حلو قوي. نبدا بالتشيكن رانش. وفي سؤال كلفتني كده، قعدت ادور هو يعني ايه كلمه بريموز. لما فكرت فيها بالمنطق كده، بريمو يعني حاجه اكس. لما دخلت عملت سيرش لقيت ان بريمو يعني حاجه عظيمه او حلوه. الحاجه الواضحه من البدايه عند بريموز ان البيتزايه بان، او اللي هي بتكون العجينه بتاعتها تخينه مش رفيعه. ده شكل العجينه من الظهر اهو. كميه رانش من فوق محترمه، واضح ان في فراخ وفي فلفل زيتون اسود. بسم الله. هو الموضوع مميز في حاجه، خلينا متفقين ان احسن حد بيعمل بيتزا بصوص الرانش قعد لفترات طويله جدا بابا جونز. وبعد فكره المقاطعه ما كانش في حد بيعمل فكره الرانش دي حلوه قوي، لكن هي طعم صوص الرانش حلو قوي. ما تحسوش رايح على مايونيز بس، لا، في لمسه التوابل، طعم البصل الخفيف مع الثوم خليني طعم الصوص حلو قوي. العجينه حلوه، بس حاسس ان انا قدام ممكن الاقي احلى من كده شويتين. طبعا فكره ان هي بان او تخينه مش عارف ممكن تمشي مع كل الناس ولا لا، ومش عارف هم عندهم نوع تاني ولا. كميه الفراخ الموجوده في البيتزا وجودتها معقوله. بالنسبه لي التشيكن رانش من بريموز 7 من 10، املا في ان في حاجه جامده جايه. ندخل بقى على البيتزا المشهوره عندهم وهي السي رانش. الشكل من فوق تحسهم شبه بعض، بس اكيد الحشوه مختلفه. السي رانش بقى بيكون فيها كابوريا، بيكون فيها جمبري، بيكون فيها فلفل، حاسس ان فيها هالوبينو مش متاكد. شكلها اهو، يعني حاسس ان في كميه جمبري مش قليله. كابوريا اللي هي بتبقى المتقطعه اللي اظن بتبقى مجمده دي. بسم الله. السي رانش عندهم من الحاجات المميزه جدا، نفس طعم صوص الرانش طبعا، بس الحشو محترم قوي، كميه حشو كويسه، وحاطين الحشو من فوق وجوه البيتزا حاطين حشو تاني مع صلصه البيتزا. فبيتزايه السي رانش من بريموز تاخد 8 من 10 مستريح. ده في حاله ان انت بتحب فكره البحريات في البيتزا، لان في ناس بتقفل منها وما بتحبهاش على البيتزا. ندخل على الضيف الثاني ودي روما بيتزا تو جو. المكان ده انا اول مره اجرب، بس شفت له اعلانات كتير وشفت ناس كتير جربته وكانوا بيقولوا عليه كلام كويس. وانا مش عارف انتوا سامعين صوت الحنه اللي بره ولا لا، بس لو سامعينها انا اسف، هي بدات بعد ما الاوردر جه. شكل العلبه بتاعتهم من بره شيك قوي، تحسها حاجه من البراندات العالميه. حاطين ستيكر هنا وكاتبين عليه اسم البيتزا اللي جوه تشيكن رانش ومعلمين عليها كده. والتاني انا سالتهم ايه السوبر ستار او ايه الحاجه الجامده قوي عندكم، قالوا لي دبل ميت اند تشيز، بيتزا اللحوم بالجبنه. لما دخلت قعدت اقرا شويه عن روما بيتزا تو جو، لقيت ان هم موجودين في مصر من 2006، يعني داخلين على 20 سنه. سبحان الله الفتره دي بدات ناس تظهر واسامي تطلع على الساحه بعد سنين كتير قوي، وده خير طبعا. ليهم فروع كتير، الزمالك، التجمع الاول، التجمع الخامس، المعادي، الشروق. بس بالنسبه بقى للناس اللي في الهرم واكتوبر وزايد ما لهمش نفس ياكلوا بيتزا، اوه ايه الفرق الغريب ده؟ التشيكن رانش قالوا لي ان عليها عرض، الميديم بتاعها ب 149 جنيه، الدبل ميت اند تشيز قالوا لي ما عليهاش عرض وسعرها 245 جنيه. سؤال الحاجه الغريبه بالنسبه لي ان الاثنين ميديم بس حجمهم مختلف عن بعض، يعني الدبل ميت دي اكبر من التشيكن رانش عشان عليها عرض مثلا. هنا بقى حاطين مع كل بيتزايه علبه كده صوص رانش وقرنين فلفل، اللي هو الفلفل اللي بيبقى الهالوبينو. الشكل قريب قوي من بتاع بابا جونز بنفس حتى طريقه العرض، يعني نسمي الله كده. وهم كمان الستاندرد بتاع البيتزا دي ان هم بيبقوا حاطين فلفل هالوبينو على الوش، هم بيخيروك لو انت عايز تشيله بيشيلوه لك، بس انا قلت سيبه. يعني ده شكل البيتزا من ورا اهو. هنا البيتزا بقى رفيعه مش بان مش تخينه، وناشفه من ورا مش مزيته. بسم الله. بص انا هشرح لك الحاله. العجينه احلى من بريموز، اخف كده وطعمها احلى. صوص الرانش في بريموز مظبوط اكتر، كميه الفراخ في بريموز كانت اكتر برضه. وفي بقى نقطه مهمه جدا، لو انت بتحب صلصه البيتزا كون كتير زي الواد شريف علاء، فانت هنا مش هتتبسط خالص لان تقريبا مفيش صلصه على البيتزا. بريموز كان فيه كميه صلصه محترمه. فبالنسبه لي انا رايي الشخصي عن روما بيتزا تو جو مقبوله حلوه، بس برضه ما اقدرش اديها اكتر من 7 من 10، ولو انت بتحب الصلصه هتديها 6. ندخل بقى على الدبل ميت، البيتزا المقلبظه المدملكه دي اللي انا شايفه بيبروني كتير، واضح ان في من تحت حاطين كميه بيف بيكون
بيكون محترمه، في بصل، في زيتون، مشروم، فلفل اخضر. لا هي بيتزا الصراحه محمله. اوبا الحق، ده طلع ان البيف بيكون ده محطوط هنا في الكراست، يعني ملفوف هنا كده، محطوط معاه شويه جبنه. لا القطعه تقيله ومحمله قوي. بسم الله. ده حلو قوي. ده العجينه بتاعتهم مميزه جدا. اظن البيتزا دي لو اتاكلت وهي مولعه وفوق السحابه يعني. التدخينه اللي موجوده في اللحوم اللي في البيتزا دي مديها طعم حلو قوي. كميه بيبروني محترمه، بس عندي مشكله معاها ان هي محطوطه على الوش قوي، فلما دخلت الفرن نشفت. اكيد دي ممكن يبقى ليها حل. الجبنه اللي مستخدمينها حلوه جدا، حاطين عليها من فوق برده رشه صوص رانش. البيتزا لطيفه فيها تفاصيل كتير حلوه، ممكن تاخد 9 من 10 عادي خالص. بس هي البيتزا دي كانت اكله الاغنياء بس زمان، ظهرت امتى؟ تعال اقول لك معلومه منجوجيه على السريع. قال لك البيتزا زمان كانت اكله البسطاء، عجينه وعليها شويه صلصه طماطم وسخن وكل يا عم. اتصنعت لاول مره في نابولي في القرن ال 18 و19، وكانت في الوقت ده رخيصه مش غاليه عشان تناسب العمال في وقت اللانش بريك بتاعها. فضلت رخيصه وطيبه كده لحد الحرب العالميه الثانيه. هوب من وقتها انتشرت وبدات تكون موجوده في كل انحاء العالم. من ساعتها طبعا بدا سعرها يختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد. فينيس بيتزا، الصراحه انا قعدت اترجم فينيس دي معناها ايه من باب الفضول يعني. معلش بقى هي اسم شخص ولا حاجه ليها معنى؟ المهم ان فينيس بيتزا براند مصري بدا يظهر برضه في الفتره الاخيره. انا فاكر ان احنا جربناه قبل كده في حلقه من الحلقات، كان انطباعنا عنه لطيف. شكل العلبه برضه من بره يفتح النفس، بس محتاج ترجع للمطبعه اللي انت بتتعامل معاها على فكره. العلبتين مش لون بعض. المانجو في التفاصيل رخم. ليهم كذا فرع، المعادي، الزمالك، المهندسين، الدقي، وبرضه الهرم واكتوبر وزايد ما لهمش نصيب. طب نداء مني بقى لكل محلات البيتزا، عشان انا طالع عيني وانا بطلب الاوردرات دي النهارده، اهتموا بالناحيه دي شويه. جبنا عندهم بيتزا تشيكن رانش ميديم ب 235 جنيه. سالتهم ايه اكتر حاجه معروفه او مشهوره عندكم، قالوا لي البيبروني. بيتزا بيبروني ميديم ب 205 جنيه. ويعتبر السعر التشيكن رانش في فينيس هو اغلى سعر تشيكن رانش في حلقه النهارده. بس اظن ان حجم البيتزا اكبر من حاجات جربناها قبل كده، يعني مثلا اكبر من اللي قبلها اللي هي كانت روما تو جو. نسمي الله كده وندوق. عشان بقى حاطين كميه الترابيزات اللي فوق دي عشان ما تلزقش في العلبه. هنا تحس بقى ان البيتزا مش رفيعه ومش تخينه، يعني ايه حاجه في النص كده. العجينه برده من ورا اللي هي بتبقى ناشفه مش مزيته. كميه الفراخ اللي محطوطه كميه معقوله. بسم الله. العجينه وصوص الرانش حلوين. الفراخ تعتبر انشف فراخ في كل اللي فات. دي حاجه محتاجه تتظبط عشان ما تنشفش قوي كده. حاطين على الفراخ رشه ريحان كده مديها طعم لطيف، بس كانت محتاجه تبقى اقطر من كده. وبرده ملحوظه الصلصه موجوده هنا. هو المنطقي اكتر ان البيتزا اللي تشيكن رانش ما يكونش عليها صلصه، بس في ناس بتحبها كده. تشيكن رانش من فينيس برده ما تاخدش اكتر من 7 من 10، خاصه ان سعرها اغلى من اللي فات. بيبروني هنا بقى واضح ان في كميه صلصه اهو محترمه، كميه جبنه محترمه. بسم الله. خطيره. البيبروني عندهم حلوه قوي. هنا بقى حالين مشكله البيبروني اللي كانت موجوده في روما تو جو. البيبروني طري اهو مش ناشف عشان هم حاطينه تحت الجبنه، فلما بيدخل الفرن ما بينشفش. طعم الريحان مع الصلصه مع الميكس كله على بعضه خطير. سعرها معقول 205 جنيه في الرينج الطبيعي يعني. فالبيتزا دي تاخد 9 من 10. اللي بعده بيتزا تايم. المكان ده انا كنت عايز اجربه بقالي فتره. اللي قايل لي عليه واحد معايا في الشغل اسمه محمد خميس، عيل كده من العيال اللي متربيه مرتين، وقعد يشكر لي فيه قوي قوي. كان عندي مشكله وانا بطلب ان انا لما عملت سيرش على بيتزا تايم لقيت فيه كذا مكان بنفس الاسم، فتاكدت منه من اللوجو بتاعهم وطلبته. شكل العلب كلها تقريبا قريبه من بعض، اللي هو اللون الكرتون ده، ما عدا بريموز هو اللي كان عامل لون مختلف لون ابيض. ادي بيتزا التشيكن رانش. وجبت البيتزا الثانيه من عندهم اللي هي يعني الجامده او البيست سيلر ميكس تشيز. والحاجه المميزه اللي كانت عندهم النهارده ان هم قالوا لي ان اي بيتزا ميديم ب 109 جنيه، وده يعتبر اقل سعر معايا في الحلقه. برده كل الفروع بتاعتهم ناحيه المعادي والتجمع والشروق مدينه نصر. الحاجه الملفته جدا في البيتزا بتاعتهم اللي تشيكن رانش ان العجينه شكلها ناشف شويتين. بس من هنا شكلها عامل ازاي؟ ناشفه شويتين. ادي شكلها من ورا. وبرده الفراخ ناشفه من فوق. بسم الله. المشكله ان البيتزا تايم جاي بعد ناس اجمل، فالفرق واضح قوي. اولا البيتزا دي مزيته اكتر من اللي فات، العجينه ناشفه، الفراخ كمان ناشفه. حاجه اللي طعمها كويس وماشيه صوص الرانش. من الممكن ان البيتزا دي لو اتاكلت سخنه تفرق شويتين تلاته، لكن بالنسبه لي البيتزا دي 5 من 10. معلش يا عم خميس، بس الاكل اذواق. ندخل بقى على النوع الثاني وهي الميكس تشيز. ده شكل الميكس تشيز اهو، حاطين عليها جبنه فلامنك، جبنه تشيدر وموتزاريلا. بسم الله. هو انا مش من الناس اللي بتفضل البيتزا اللي هي الميكس تشيز او التشيز لافرز، ما بتجيش معايا قوي. بس في البيتزا دي انا حاسس ان هي رايحه المارجريتا شويه، يعني ممكن كام قطعه الجبنه اللي هي البرتقاني دي اللي هي تقريبا الجبنه الشيدر هم اللي باينين، لكن كطعم انا مش حاسس بطعم جبنه قوي، مش موجوده دسامه الجبنه. فبالنسبه لي برده بيتزا التشيز لافرز او الميكس تشيز من بيتزا تايم مش تاخد اكتر من 5 من 10. ندخل بقى على بيتزا الامومه والطفوله. بس قبل ما ندخل عليها انا عارف ان انت مستني اجابه السؤال، ليه احنا بنحب الاكل الغير صحي وبنستمتع بيه اكتر من الاكل الصحي؟ هقول لك بسبب الدوبامين. هتقول لي يعني ايه منجوب؟ هقول لك يعني ميكس السكر والدهون والنكهات والمحليات الصناعيه اللي بتبقى موجوده في الاكل الغير صحي، غير البهارات بقى واللازم منه، بيساعد الجسم في افراز هرمون الدوبامين. فانت كراجل من المانجوز تتبسط وتتكيف قوي بعد اكل بيتزا زي دي، فدماغك تربط الانبساط ده بالسلوك ده، فاصبحت البيتزا هي مصدر الانبساط. ده انت يا اخي اول ما تشوف صورتها بتتبسط، بالك لما تاكلها. وبما ان النفس بتميل للحاجه اللي تريحها مش الحاجه اللي تتعبها، فلما نحس ان احنا متضايقين شويه نجري على طول على الحاجه اللي هتفرز لنا الهرمون ده وتبسطنا. انا هنا بتكلم على الاكل طبعا،
وبالتالي ندخل في الدوامه دي، ناكل ننبسط. اول ما مديري يعكنن عليا ادور على البيتزا عشان اكلها وابسط. قافش مع خطيبتي يبقى الحل في واحد تشيز برجر اكسترا تشيز، وهكذا. طب انت دلوقتي عرفت اللي بيحصل، هل من الطبيعي ان احنا نكون بناكل الاكل ده كل يوم؟ هسيبك انت تجاوب على نفسك. بيتزا كينج، وليه انا قلت عليها بيتزا الامومه والطفوله؟ بيتزا الامومه لانها شبه البيتزا اللي بتعملها لك مامتك في البيت، والطفوله لان ده اول نوع بيتزا ظهر واحنا صغيرين، كان اسمه بيتزا بلس، وكان شغال بمبدا انك تاخد بيتزا وعليها الثانيه مجاني. وعمرنا في حياتنا ما عرفنا عنده غير نوعين، سوبر سوبريم ومارجريتا. لكن اللي تشيكن رانش ام 115 جنيه دي اول مره اجربها من عنده. هي البيتزا دي سعرها مش 115، البيتزا الميديم عنده سعرها 330، تاخد عليها بيتزا هديه، فلو قسمت على الاثنين هيبقى الواحده ب 115. شكل بقى البيتزا مقلبظه جدا وعاليه جدا شبه الكيكه، عشان كده بقول ان هي شبه البيتزا اللي بتتعمل في البيت. حاجه طبعا اللي هتبقى غالبه فيها هي العجينه، شويه بقى الحشو اللي موجودين من فوق ماشي حالهم، بس مش حاسس ان في كميه فراخ كبيره، حاسس ان في طبقه جبنه عاليه، رشه صوص رانش لطيفه مع شويه فلفل هالوبين. بسم الله. العجينه بتاعتهم اوثنتيك قوي، حاجه مقصله. بصوا سماكه العجينه عامله ازاي، ليها طعم مختلف على طعمها ووضعها ده من زمان جدا. بس انت لو كلت البيتزا الميديم دي لوحدك هتفرهد من العجينه. حلوه ومقبوله بس بعيده عن السباق اللي احنا فيه، ليها طبيعه مختلفه. فدي بيتزا ممكن تتجاب لو انت عايز تجيب حاجه سعرها مش غالي قوي وعايز تتلكم، مش عايز تستطعم حاجه مختلفه. بيتزا كينج 6 من 10. اكيد طبعا النوع الثاني والمشهور والاشهر على الاطلاق هو السوبر سوبريم. يا نهار ابيض على الطيبه، ايه ده؟ هو الغريب ان البيتزايتين مش خمرانين زي بعض، يعني الاثنين مش عاليين نفس العلاوه. هنا بقى في السوبر سوبريم طبعا بيبقى بيبروني، فلفل، لحمه، زيتون، المفروض ان هي بيبقى محطوط عليها بصل. بسم الله. يا نهار ابيض، انت ازاي قادر تحافظ على الطعم ده كل السنين دي؟ المميز دايما في السوبر سوبريم او في طعمها بيبقى البصل، لو مستخدمين بقى لحوم كويسه بيبقى الموضوع جامد قوي. جوده الخامات اللي هم مستخدمينها متوسطه، ما اقدرش اقول ان هي حلوه وما اقدرش اقول ان هي ضايعه. بس البيتزا بتاعت بيتزا كينج تعتبر بعيده عن الجو المودرن اللي موجود دلوقتي، تحسها كده بيتزا كلاسيك، فعلى حسب بقى انت من انهي مدرسه. السوبر سوبريم بالنسبه لي عجبتنا اكتر من التشيكن رانش، تاخد 7 كده. احنا محتاجين بقى نقفل ونلم الدنيا عشان نرجع ببرشامه الحلقه. مبدئيا كده الجزء الاول اللي هو التشيكن رانش ما كانش فيه نوع من الانواع اللي معايا فارق قوي او طعمه خطفني من اول مره، بس يعتبر الثلاثه اللي قريبين من بعض، بريموز، فينيز، وروما تو جو. بالنسبه لي انا مش مايل لحد فيهم عن حد، اللي هيبقى فارق بقى معايا او هختار على اساسه على حسب المكان اللي انا فيه، لو هقارن من ناحيه السعر، لكن غير كده مفيش حاجه فيهم طفره يعني. اما بقى لو اتكلمنا بالنسبه لبراند مصري او احسن براند مصري، فالمكانين اللي لفتوا نظري النهارده جدا خاصه في البيتزا الثانيه بتاعتهم، روما بيتزا تو جو. بيعملوا بيتزا دبل ميت اند تشيز، دي خطيره، فيها كميه حاجات كتيره جدا، طعمها مختلف قوي. والمطعم الثاني هو فينيس بيتزا، مطعم الجوده بتاعته محترمه، مركز في تفاصيل البيتزا كويس قوي، بيستخدم خامات محترمه. فترشيحي ورايي انا الشخصي روما بيتزا تو جو، فينيس بيتزا. في حته اخيره في الفيديو بتاع احسن فطيره سجق كيري في مصر، انا اتكلمت عن براند من البراندات اللي كانت موجوده، اتكلمت عنه كويس قوي وقلت ان هو حاجه مختلفه جدا. للاسف الشديد بعدها جالي رساله على فيسبوك ان في حد راح جرب المطعم ده وتعب بعدها جدا هو والناس اللي كانت معاه. انا طبعا مش متاكد من التفاصيل وما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط، بس اللي خلاني اتكلم عن الموضوع ده في الحلقه دي ان هو قال لي ان هو مش عارف يتواصل معاهم، او ان ردود فعلهم ما كانتش ردود مرضيه بالنسبه لي، او ما كانش فيها نوع من انواع المساعده يعني. فانا شايف ان انا بما ان انا دوري ان انا بجيب الحاجات وبنجربها وبنقول راينا فيها، في ناس على اساسها ممكن تروح تشتري، فدوري كمان ان انا انقل وجهه نظرهم ورايهم ومشاكلهم للبراندات او الاماكن. فاتمنى ان المطعم يتواصل معايا وانا اديله تفاصيل الشخص اللي واجه التجربه دي عندهم، وهم يبتدوا يحققوا في المشكله ويشوفوا حل ليها. انا طبعا ما اقدرش اكد او اجزم اذا كان في مشكله عند المطعم ولا لا، لكن كل المطلوب منهم ان هم يحققوا في المشكله. بس كده، دي كانت حلقه النهارده. لو عجبتكم الحلقه اللايك والفولو والسبسكرايب، لان هو ده الدعم اللي انت تقدر تقدمه لاخوك وحبيبك المانجو، وعشان كمان تقدر تشوف الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. واخيرا لكل المانجوز، سي يو.